جيتك يا بلادي جيتك في الميعاد، جيت النادي، جيت وصوتي حزين من تحت رماد، جيت نقول كلام يضوي الطريق ظلام، حرام يضيع الحق، حرام ومهما نكون الجريح نبي صوتي يفوت حدود الريح، ونبي نطفي النار بيدي نزرع ورد الخير، نبي الحب يصير يرفرف مثل الطير، نبي السلام في قلوبنا يعيش كبير، واللي يدير الشر تلقى ديما كثير. طفي النار بيدي نزرع ورد الخير، نبي الحب يصير يرفرف مثل الطير، نبي السلام في قلوبنا يعيش كبير، واللي يدير الشر تلقى كثير. كيف نسامح ناس من غير قلوب، وكيف نطاوع ونقعد بسكاتي ديما مغلوب، ليش نعيش حزين وليش نرضى عذاب المسكين، ليش تبكي بالأحزان العين، لا ما يصير الشر واستحضان الخير يعيش، ونبي نطفي النار بيدي نزرع ورد الخير، نبي الحب يصير يرفرف مثل الطير، نبي السلام في قلوبنا يعيش كبير، واللي يدير الشر طريقة ديما كثير. طفي النار بيدي نزرع ورد الخير، نبي الحب يصير يرفرف مثل الطير، نبي السلام في قلوبنا يعيش كبير، واللي يدير الشر طريقة كثير. سابقا في دراغنوف. هذه اخرتها يا ناجي، توقف مع القذافي وانت اللي عشت عمرك كله تراجي في اليوم اللي الشعب يثور عليه، كله من عبادي. لو قعد راجل ومخانش راه ما حطيتش روحي في الموقف هذا. أنا حنخليه يعيش عمره كله متعذب، يستحش الموت وما يطولعش. وهذا مفتاح سيارتي، خليه عندك توا تنبيه المهمة، ورد بالك باب السواق ما يفتحش إلا من برا. صار تغيير في موعد انصفاص العاصمة من يوم 17 ليوم 20. ولاش التغيير هذا؟ الموعد وصل لاستخبارات النظام ومجهزين روحهم للتحرك يوم 17. موجز الأخبار من الBBC. الثوار الليبيون يعلنون بدء عملية فجر عروس البحر لانتفاضة داخل طرابلس استباقا لدخول الثوار القادمين من خارجها. ثوار طرابلس يسيطرون بشكل كامل على منطقتي تاجورة وسوق الجمعة، وأنباء عن دخول الثوار لقاعدة المعتيقة. استمرار المظاهرات في ميدان التحرير بمصر. هيا نجلاء، الاستوديو جاهز، مازال 3 دقائق ونبدا التصوير. لحظة بنعدل مكياجي ونجي.
أيوة حر أيوة حر. بشر. الله أكبر. فشلوا بتحرك يا شباب. فشلوا بتحرك. نزلوا سلاحكم. عندكم قال لحد من ثواني دم. الامكان كله عليك يا صاحبي. استعجتك يا صاحبي وانا اكثر. هذا ناجي صاحبي وعز من خوي وقدره من قدري وكلمته من كلمتي، وفي غيابي هو اللي شد مكاني. الله اكبر يا من الفجر للسيطرة أرسل. واضح أرسل. فشلوه مصوت تكبير وفي 14:30. ابعتوا الدعم بسرعة. أرسل. الدعم في الطريق. أرسل. يا سيطرة. معك السيطرة. حدد علامة ندائك. أرسل. مدينة 32. القوة اللي خرجت الظاهرة محاصرة بالكامل. نبو دعم يا سيطرة. كلم القرضابية اللي في زاوية الدهماني ينزل الدوريات متاعها بسرعة. أرسل. من بقري نكلموا فيه يا سيطرة ما فيش إجابة. أرسل. لحظات ويوصلكم الدعم. يا معزز. أرسل. معك المعزز يا سيطرة. أرسل. الكتيبة تنزل فورا لشوارع الظهرة. أرسل. علم يا سيطرة، لكن السجناء شنو نديروا فيهم؟ وقداش عدد السجناء؟ أرسل. أكثر من 200 سجين. تعليماتكم بالخصوص. خليك في مكانك لين يوصلك النداء الثاني. أرسل. خيرك ولا مناطق طرابلس قاعدة تطلع من سيطرتنا منطقة ورا منطقة. تاجورة، سوق الجمعة، وتوا فشلوم والظهرة تلحقها. ما عادش عندي قوات نبعتهم إلا الكتيبة متاعي. نزل كتيبتك شن تراجي. ما نقدرش نبعتهم ونخلي السجن اللي في المعسكر بدون حماية. في وسطه 200 سجين من الجردان، لو هربوا تكون كارثة علينا. اقتلهم. ايه اقتلهم. تغدى بيهم قبل لا يتعشوا بيك. اقتلهم وريح دماغك. راهم 200 يمشوا في 60 داهية. اسمع كلامي نابعتك ونعرف مصلحتك. النصر جاي. مكانتك عند القائد لما يسمع بأنك اتخذت قرار حاسم زي ده حتكون كبيرة، وهيك تكون ضمنت لعيلتك أنها تكون في القمة مدى الحياة. من السيطرة للمعزز. أرسل. معك المعزز يا سيطرة. أرسل. نزل جميع أفراد الكتيبة لشوارع طرابلس. أرسل. والسجناء يا سيطرة. أرسل. صفوهم بالكامل. أرسل. كرر الأمر يا سيطرة، ما سمعتش كويس. قلت لك صفوهم بالكامل.
نفذ الأمر بسرعة. أرسل. علم يا سيطرة وجاري التنفيذ. زعمك التوار يربحوا والقداف يطيح. هاي يا ربيع حيلة وصارت، معناها بنروح في قبرك من توا. معقولة تصدق ان القدافي يطيح؟ من هم التوار باش يغلب القدافي؟ القدافي مستحيل يخسر، وعنده كتايب قوية وسلاح ما يتمش. ما تخافش يا ربيع وهدي روحك، الوضع حيقعد عليه ما هو عليه، مش هيتغير. فكها يا ربيع عاد وخلي جوك مليح. ايوه من معاي؟ السلام عليكم، شن حالك يا شيخ السلطان؟ مختار؟ ايه مختار، ومتصل بيك باش نطمنك ونبشرك. وش انت بتبشرني؟ بنبشرك ان احنا توا طلعنا من الزاوية وفي طريقنا لطرابلس، وبعون الله الليلة خاشين لها بإذن الله. وتي روحك سلامات يا شيخ السلطان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. جايينك شدير شو تشبه فيها منيرة؟ وين بها؟ شكلك مش حاسس باللي صاير في البلاد، كلها ساعات وطرابلس تطيح، انا خلاص طالع منها البلاد. وعيلتك؟ ام العبير بيعدوا عمان، وانت لو تبي تعدي عمان ودي شنطك واطلع بسرعة. شنو قررتوا تسافروا؟ ولا تبينا نقعدوا في الوضع اللي يخوف؟ ما تسمعش في البلاد كيف مقلوبة. باهي وين علي؟ وين عبير؟ علي طواري وعبير ما ندري عليها وين عدت. هو وقت طلوع توا. انا بنعدي للمكتب بتاعي بجيب شوية وراقي وراجع، والساعة تكون وقتينا.
إخوتي أخواتي، أبناء شعبنا الليبي العظيم، أهنئكم في هذا اليوم بنجاح ثورتكم المباركة، ثورة 17 من فبراير المجيدة. وأعلن اليوم انشقاقي وانضمامي لهذه الثورة المباركة لنواصل مسيرتها. والله أكبر، والله أكبر ولله الحمد. وانت ايش تدير هنا؟ اسمعني، اعطيني فرصة نتكلم معاك. هو وقت كلام اصلا توا. انا نحبك، بجد نحبك، أول مرة نقولها لحد. يا ستي شكرا لانك تحبيني. وانا ايش المطلوب مني توا؟ أنا جاية نعرض عليك الزواج. زواج؟ وليش تضحك؟ أنا نتزوجك أنت؟ يا سلام، وخيرك تقول فيها وكأني شحاتة واقفة قدامك. أنت تحلم أصلا تتزوجني؟ يا عبير يا حبيبتي، فيكي العز والجاه والسلطة اللي كنت فيهم خلاص بح. الدولة شبه انهارت وكلها ساعات حتنهار بالكامل، وانتي وعيلتك حتكونوا أول المطلوبين للثوار. وانت مش حتكون مطلوب؟ وانا شو نجي قدامكم يا عيلة الكاسح؟ أنا حيلا ضابط في الأمن الداخلي، أغلب الليبيين ما يعرفوش اسمي ولا شن تاريخي، أما أنتوا فالليبيين حافظين تاريخكم، حافظين الصم. وتوا أطلعي يا أنسة من مكتبي بسرعة. الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي، الحمد لله. أهلين يا أفندي، أنا المذيعة نجلة وهذا الكارت متاعك. انزل انزل. شدنا يا مذيعة نجلة ثوار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. ربي معاكم يا تريس، ربي ينصركم إن شاء الله. الله أكبر
تهمهم ماذا يحدث في الإعلام، ومثل لو كان يعني موضوع شيء حقيقي أو حقيقي، ونحن لهذه اللحظة لا نعلم يعني بالضبط. الحمد لله اللي ما بدتوش الأغنية اللي غنيتها على القذافي، ولا طلعت من عينها يا عز. خلينا نشوف قناة قنفوتشن فيها. هذا شنو؟ يا قيدنا زيد تحدى عشانك وقت شن دارت فيه بنت الكاسح؟ شن دارت فيه بنت الكاسح؟ يا حليل شو بنقول للناس؟ أهلين يا علاء الكاسح. انتي ايش ديري هنا؟ خيرك ترعش. لا شو في ورا ظهرك؟ مفاجأة ليك. وش هي؟ هذا تكريم بسيط ليك على كل اللي درته فيا، على العذاب اللي سقيتولي السنين هذه كلها، على الرعب اللي عيشتني فيه ونفسيتي اللي دمرتها وحياتي اللي حطمتها. مجرد تذكار باش تتذكر كل اللي درته فيا، وما تنساش ولا لحظة من لحظات العذاب اللي عشتها. رنا ما تتهوريش، أنا مستعد نعوضك على اللي درته فيك كلها. تعوضني؟ أني فلوس الدنيا كلها ما تعوضنيش على اللي درته فيا، وتوا جاي الوقت إن أنت تذوق الوالي ذوقتهولي. ان شاء الله شويه تانية ويوصلوا باقي الدوار. ان شاء الله. انا بنمشي مشوار وجاي. مشوار شنو في الوقت هذا؟ مشوار ضروري لازم نديره تو. الثانية أنا فاهم. عبادي؟ ايه عبادي يا عادل. آسف، قصدي يا عمير. اسمعني يا عبادي، أنا كنت ولا كلمة. أنا مش جاي باش تعتذر ولا ترفع وتجيب الدور. أنا جاي نبي إجابات واضحة وصريحة على أسئلتي، ورد بالك تكذب في حرف. أنت عارفني كويس شو ندير. حاضر. أنت تتبع لي من؟ ومن اللي زارك في مجموعتنا؟ احنا مجموعة من الحرس الثوري، زرعونا في مجموعات الثوار باش ننقلوا أول بأول تحركاتكم ونعرفوا شنو هي خططكم ونعرفوا الناس اللي تحركوا فيهم. أنت اللي بلغت عليه لما أعطينا إحداثيات المعسكر متاعه. تكلم. أنا بلغت طول أول ما أعطينا الإحداثيات.
وعلاش ما عطاكش الاوامر بالقبض علينا؟ قلت لك الهدف متاعنا من الاول ان نراقبوكم ونعرفوا تحركاتكم اول باول، ونعرفوا امتى موعد الانتفاضه متاعكم باش نقبضوا عليكم قبل ما تطلعوا. عليه اعطيه اوامر بنا نستمر في مراقبتكم. ومن اللي بلغ امر بموضوع الجي بي اس؟ انا. علاش ما بلغتاش بالتفجير؟ التفجير صار والحارس متاعها مات في التفجير. كنت نتصل بيه قبلها لكن ما ردش على تليفوني، وبعد عرفت انه كان حاط سماعات في ودانه ويسمع في اغاني. تمام، هذا كل شيء نبي نعرفه. سلامات. يعني خلاص يا عبادي، سامحني توا. يسامحك ربي. على فكرة أنا حاقوم لها الباب، لو فتحت انفجرك. وهذا مفتاح سيارة، خليه عندك توا تلبي المهمة، ورد بالك باب السواق ما يفتحش إلا من برا. سيدي، دفاعاتنا في كوبري 17 انهارت بالكامل، والقوات المعادية دخلت طرابلس وتوغلت في المدينة السياحية. سيدي لازم إخلاء المكان فورا سيدي، لأنهم على بعد كيلومترات منا سيدي. أوامرك بالخصوص سيدي. اخروا المكان بسرعة. كل واحد يجيب سلاح وكل واحد يأمن الحوش. النصر قريب، النصر قريب. اهدى يا علي، الموضوع انتهى خلاص. مفيش حاجة انتهت. نحن حننتصر، يعني حننتصر. القائد مستحيل يخسر، فاهمين ولا؟ مستحيل يخسر. الباين انه حتى القائد يخسر يا اخي. افتحوا عيونكم. نعلي كاسح اكبر ضابط في البلاد، ونقدر على القائد اليمين، ونقول حننتصروا، يعني حننتصروا. الموضوع انتهى خلاص يا علي، كلم قواتك تنسحب، ما فيش فايدة، الثوار سيطروا على 3/4 العاصمة. خونة، كلكم خونة. قولوا لهم يا باتي، قولوا لهم انهم خونة وانهم باعوا القائد. قولوا لهم يا باتي، قولوا لهم. اسكت يا علي، اسكت. قولوا لهم، قولوا لهم.
باتي قول لهم. اسكت يا علي خلاص اسكت. كانك ساكت. ولادك باعوا القايد. جيب عصا الشرف متاعك واضربهم وعلمهم انهم ما يخونوش. انت كبير العيلة وانت اللي ربيتهم وانت اللي لازم تربيهم من جديد. ياسر يا علي ياسر، باتك ميت من زمان. باتك مات من 20 سنة يا علي. باتك مات من زمان. قولوا لهم يا باتي، قولوا لهم انك عايش، قولوا لهم. كل اللي تشبح فيه تهيؤات، كلها من الصدمة النفسية اللي عشتها بعد ما مات باتك في انفجار مستودع الذخيرة، واللي زاد حالتك السم اللي تتعاطى فيه، اللي خلاك هيك بالمنظر هذا. لازم نطلع من الحوش بسرعة، حيستهفونا في أي وقت. أنت خدي على أمي ونحن نرفع عليه. لا، رفعهم أنت. طول على راس جدير، وأنا حنهدي عليه ونلحقكم. خلي بالك من أمك وأخوك يا عمر. الو عمر، انت وين؟ طمني. ما تخافيش، انا بخير. انا رافعه امي واخوي طالعين من البلاد. وين بتمشي؟ تونس، وبعدها مش عارف. بتمشي وتسيبني؟ خلاص يا عمر، هيك بكل سهولة؟ ما تخافيش، انا راجع. حطيها في دماغك هذي. انا راجع وحنخطبك وحنتزوجوا. مستحيل نتخلى عليك. ربي يحفظك. دير بالك على روحك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله طحت بين ايدينا يا علي يا كاسح. كلبشوهم وارفعوهم للمعسكر الجديد بسرعه. هيا معي.
لما كانوا عايشين في العز ولاد الكلب، لكن العزة دي كلها ولا لينا. احرق لي الصورتين، وانت فتش الحوشة اللي عمروا على الكاسة، طلعهم لي من تحت الأرض. Thank you.